بقول لك ايه يا ابني انت؟ نعم. انت مش ناوي تخف هزار بقى مع البنات ولا ايه؟ فين الهزار ده؟ انت هتستهبل، ده انت اي واحده معديه بتهزر معاها في الكومنتات. ماشي، ولو نفترض، انت مالك؟ يعني ايه انا مالي؟ هو انا شفافه يعني ولا ايه؟ هو انت مش من يومين يا بنتي متخانقه معايا وقلت لي مش عايز اعرفك تاني؟ حصل. مش اتصلت بيكي كنسلتي وبعد كده بعتي لي مسج قلت لي اخرج من حياتي انا مش قادره اكمل؟ حصل برضو. بعدها دخلت كلمتك واتساب، عملتي سين وما ردتيش عليا. مش هنكر، بس ده ايه علاقته انك تهزر مع البنات يعني؟ هو اللي انت عملتيه ده معناه ان انت فركشتي معايا. ايوه فركشنا، بس برضو ما تهزرش يعني معاهم في الكومنتات وهم كمان يعملوا لك بقى قلوب ونحنحه. طب واحده واحده بس، هو احنا مرتبطين؟ لا. في اي ضوء امل ان احنا نرجع لبعض؟ استحاله. هل من الممكن ظهور قوه خارقه تجبرنا ان احنا نرجع لبعض؟ لا يمكن. تمام، يبقى من حق اهزر واكلم اي بنت واعيش حياتي بقى. لا الكلام ده عند مامي هناك. لا اله الا الله يا ست، انت فركشتي معايا، سبتيني خلاص، قلتي لي اخرج من حياتي وانت بقى ما صدقت. ما صدقت ايه؟ وبعدين يعني دول صحابي بس مش اكتر. صحابي ديل الكلب عمره ما بيتعدل. طب وليه الغلط ده بقى؟ بقولك ايه، قصر الكلام اللي هخش الاقيها بتدلع عليك هخش انا بنفسي واشتمها. غيرة دي ولا ايه؟ ولا غيره ولا زفت، انما انا ما بحبش المياصه. وفريدي مثلا يعني مثلا قررت ارتبط. طب اعملها بقى وهتشوف ليله امك سودا انت وهي. طب ما هو مادام بتحبيني ومش عايزاني اكلم غيرك ما نرجع لبعض. لا دي نقره ودي نقره. يا لهوي. ومين بقى اللي متصور معاها على الانستجرام دي؟ ذوقك بقى بلدي موت. صاحبتي ومرتبطه بواحد صاحبي اصلا. وتتصور معاك ليه؟ عادي يعني، توثيقا لليوم. توثيقا ليه؟ متصوره مع الخديوي اسماعيل؟ ما تيجي ننسى اي حاجه ضايقتنا من بعض ونبدا صفحه جديده. انت مش هتتغير. نتغير مع بعض، واللي يضايقك مش هعمله واللي يضايقني ما تعمليهوش. انت عارف اني بحبك. انت كمان عارفه ان انا بحبك. ببقى مخنوقه واحنا مش بنتكلم. والله ببقى مخنوق اكتر منك. ولما بشوفك بتكلم بنت غيري بتجنن. حقك عليا، مش هعملها تاني نهائي؟ نهائي. ماشي هصدقك. يعني خلاص رجعنا لبعض من تاني؟ لا طبعا، انا استحاله ارجع لواحد زيك. وحياة امك. وبرضه لو شفتك بتكلم بنت هشتمها. سلام يا بنت المجنونه.